الأنف السوري والأنف الشامي عموما بيتميز بمواصفات خاصة شوية، ان التب بتكون مرفوعه لفوق اكتر، بيكون نحيف جدا الى حد كبير، وبيكون كل ملامحه حاده بشكل كبير. الحاله اللي معانا النهارده هي حاله سوريه انفها يفتقد لمعظم المعايير الشاميه اللي بنتكلم عنها. تعالوا نشوفوا ايه اللي موجود في الحاله وهنشتغل عليه ازاي اثناء العمليه ان شاء الله. البروز اللي موجود في ظهر الانف زي ما احنا شايفين دلوقتي، كمان الانف انف لحمي او مقدمه الانف فيها لاك اوف سبورت، التدعيم فيها ضعيف، عشان كده دي اكبر مشكله عند صديقتنا ان هي بتقع اثناء الضحك، وعرض الانف بيزيد كمان اثناء الضحك، بالاضافه لضيق التنفس من الانف. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. انف سوريه منحوته على اجمل ما يكون زي ما احنا شايفين. ظهر الانف اللي كان محدب للخارج اصبح مقعر قليلا للداخل زي ما احنا شايفين. عظام الانف من اعلى منحوته. ارنبه الانف اللي كانت انف لحمي او بلبس تيب زي ما احنا شايفين اصبحت ديفايند محدده. اجمل ما في الحاله اللي كانت ارنبه الانف بيحصل لها سقوط اثناء الضحك اصبحت سبورتد ومدعومه. تاكس نقطه النور السايط عليها زي ما احنا شايفين. كمان تم تصغير عرض الانف من اسفل من الداخل واصلاح اعوجاج الحاجز الانفي لاصلاح مجرى التنفس. شكرا لكم، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.